عاملين ايه؟ معلش الاهلي وحشني شويه. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاهلي، عن اللايكات، ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. و... والناس اللي بتحط لايك اول ما بتدخل الفيديو دي خد كتير اهو، كتير قوي. ماشي. يلا بينا. يلا. الاهلي واخبار بقى الدوري المصري شويه. الاهلي أو اخر يعني اكبر خبر يوم امبارح بتاع تريزيجيه انه انتهى التعاقد مع تريزيجيه. خلاص تريزيجيه مشي. انا بصراحه ايوه انا بصراحه انا بحب النجوم جدا وبحب لعيبه الاهلي جدا. بس انا ما ما تبوظش بحبش. السيستم بتاعي. انا ما بحبش المعلمين، انا ما بحبش المعلمين. لا، ما تجيبش معلمين، جيب لعيب الكوره، ما تجيبش معلمين. اي واحد في مصر زاد رقمه عن رينج معين هيبدأ يبقى معلم. بعد ما يشبع سنة سنتين هيبدأ يبقى معلم. لما لو جبت في اي حتة معلم، انت فاهم ازاي؟ في ارقام بتوصل اللعيبه اللي قدامك انه معلم. خلينا نتعامل بواقعية اكتر. العالم مليان لعيبه. الاهلي جاب لعيب جزائري انا شايفه كويس، شايفه كورته كويسه، شايفه انه اللي مهاجم هو كان بيلعب جناح وبتاع، بيلعب في منتخب بيلعب الجزائر. في دينامو زغرب اه اللي هو بيلعب الكرواتي. بيلعب في منتخب الجزائر. كرواتيا فيها كوره مش لا وجايب اجوان كتير في حالة ماتشات. ففرصه. ده مش يعني ايه، ده يستحق ان انت تديله فرصه وتجربه. الاهلي محتاج شغل، محتاج شغل كتير. والاهلي بصراحه لحد دلوقتي هم شغالين. انت جبت اللعيب بتاع انبي، جبت اتنين من انبي، اتنين. وجبت الواد ده، انت فاهم ازاي؟ مم. وجبت الواد دوت. انت فرقتك مش ناقصه انت. وجبت منهم الاتنين دول منهم مهاجم اصلا. لا بس انت رجع عايز الدبيس، سيرد باك حلو كويس. رجع الدبيس هو صح؟ ما مش عارف. يا مش فاكر، محمد. هم قالوا ان هم هيرجعوه بس مش عارف ده ايوه حقيقي. يعني او هيدوهم شكري وياخدوا دبس يعني، فاهم. امم يعني قالوا جبنا الواد بتاع المصري اللي اسمه دحروج ده، ولا اسمه دغمو. ده غموم اه، جبناه كان ولا كان في جبناه؟ كلام عليه بس لسه ما اعلنوش رسميا. يعني انا الواحد شايف ان في شغل وهيمشوا محمد بن رمضان. والله جاي له عرض ب 2 مليون حلو. فالاهلي قال لك اخلص منه. يلا مع عشان السلامه. فعلا الواد مش عارف ايه اللي حصل له. الواد بعد كاس عالم الانديه مش عارف مستواه نزل بطريقه، ما اعرفش ايه اللي حصل بصراحه. ايوه هو. هو وزنه كان عمال يزيد ما اعرفش، وسايب نفسه بطريقه غريبه بصراحه. لا هو زي ما انت قلت. انت في الاخر بترص الفرقه تاني. الفرقه دي اتلوحت شويه، بترصها تاني. انت بس كنت جايب يوسف بالعمري. تيجي واحده واحده. بيقول انت لك هيرجعوا احمد عبد القادر. يا ريت. هو الراجل هيجي يختار بقى يظبط فرقته. فهو الاهلي محتاج نصبر شويه. بيقول لك عايز يزن نعيمات. فالاهلي قال له صليبي الواد ده. لسه جاي راجع من صليبي وانا مش هغامر يا باشا في يزن النعيمات دلوقتي بصراحه. او يعني ده استنتاج، انا ما سمعتش ده بصراحه يعني. بس ده استنتاج انا. لا انا سمعت في لعيب وهو ده مغربي. الطبيعي يعني، واحد لسه خارج من صليبي فبتديله شويه عشان ممكن يجيله صليبي تاني، فانت تبقى لبسته بقى تقعد بقى تعالج فيه وتبقى واخد مكانه عن فاضي. هو اللي اتفاجئت بيه ان بن شرقي فرحان انه قاعد في الاهلي وعايز يقعد. هو اللي قال لهم انا لما قالوا له تقعد قال لهم انا عايز اجدد واقعد وبتاع. عموته زغلله. عموته زغلله. مش عموته بس، يلا هو شاف الفرق، يلا شاف. هو جاي على اساس ان هو هيعمل حاجه للنادي الاهلي، فلما جه باظت خالص أو السيزون الاخير ده ما عملوش حاجه. فهو لسه عايز يعمل حاجه ويسيب علامه مع جمهور الاهلي، فاهم. هو خسر جمهور ايوه الزمالك، ايوه. فاهم. لا وهو وهو على وهو فكره بصراحه من اكتر العيال اللي كنت بحس ان هو بيبقى عايز الاهلي يكسب. مش ماتش مش مش هو اللي عايز يجيب جون، ماتش لا الزمالك هو عايز الاخير. الاهلي يكسب مش ماتش زي الزمالك الرجاله الاخير. التانيه يعني. انا اللي فرحان ان بصراحه يبدا ياخد حسين شحات، ياخد فرصه تاني. حسين شحات الموسم اللي فات انت لعبت مش من غيره، انت خسرت كتير قوي. ورغم ان هو هو لما رجع جه لك في اخر الموسم بس ندمك على ان انت كنت بتلعب ده زيزو اخر عبد. الموسم ايه؟ ده انا قبل اخر الموسم، قبل الاصابه على طول، هو اللي كسبك ماتش الزمالك في الدور الاولاني لما نزل واحنا خسرانين، وراح تيتي راح رايح راكنها له. انت وجاب فاهم؟ ضربة الجزاء، هو سبب في ايوه ضربة وجاب ضربه الجزاء جزاء. حسين شحات احسن جناح في مصر. لما بيبقى فايق. ما بيش لما واخد بيبقى رايق حقه. كده يا ديني. حسين شحات من اللعيبه اللي لازم تنضم للمنتخب على فكره. لا ما فيش وقت. والله ماتش الارجنتين حسين شحات كان هيبقى بديل كويس جدا. حسين شحات بتاع الماتش دي
حسين الشحات بتاع الماتش دي قوي. بس انت عملها ماتش مع ريم. الارجنتين انت كنت هتدافع بقى، مش ماشي عايز بقى، هو بتاع الهجمه المرتده دي. حسين الشحات بتاع اللعب ده هو الوحيد اللي ينفع بديل لهيثم حسن. هو مهاري وسريع. ماتش فاكر ريال مدريد عمل فيهم ايه لما كان بيلعب في العين؟ تك 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 تك. لما مسك مارسيلو غسله. الواد تقيل قوي في الماتشة دي. حسين الشحات ده عملها مش مره واحده، ده حتى في الاهلي لما لعب مع هيكسبوا ريال الاهلي مدريد. عملها فيهم كان تاني. هيكسبوا ريال مدريد. ايوه في العين. حسين الشحات لعب في كاس عالم كتير جدا. حسين الشحات من هدافين كاس العالم. بص 4 هم اللي جابوا، اللي لعبوا في كذا نسخة وجابوا 4 أهداف في كأس العالم. كريستيانو وميسي وحسين الشحات، مش فاكر مين، بنزيما باين أو حد من يعني في مطوشه كده الوحيد اللي كان ينفع، عشان هو الوحيد اللي سريع ومهاري. مفيش حد عندك بره مهاري. الجرأة اللي هو ايه انت لعيبة فاكر الوداد؟ اوضتك يعني. فاكر الوداد لما راح لمم الواد واد ده شمال. يحيى عطية الله. فاكر ده بطلها له، ده الواد ما جاش من ساعتها. فهو حسين الشحات من الاجنحه كده اللي تقول ده الماتش ده والله انا ممكن ما العبوش طول البطوله. بس الفكرة بقى دلوقتي ان في بقى لا حد ادي من الاثنين هيمشي، شوبير او الشناوي. شوبير هيمشي. شوبير من شكله هيمشي محترف. بس يا ريت يجيله عقد حلو يعني، عقد دوري انجليزي. ولو ما احترفش الشناوي هيخرج طبعا عشان مش هيرضى يقعد دكة. لا سواء شوبير هيحترف. هو شوبير امبارح كان هو كان لا بصراحه يعني بعد اللي عمله في كاس العالم لازم يحترف. لا وهو الواد عايز نوعيه احتراف معينه، عايز زي صلاح. هي عقليته كمان يا جدو بصراحه نظيفه. ايوه الواد ده لو راح هيروح. الواد ده جامد قوي. زي حمزه عبد الكريم على فكره. حمزه عبد الكريم برضو طالع له ليه بقى؟ الواد في عز بص يا اسطى، كان في امريكا، طلع كان في اسبانيا، راح نزل على امريكا، لعب كاس عالم، خلص كاس عالم، نزل على مصر، نزل حضر الناس اللي احتفلوا بيه عند المطار، وجاله الاستدعاء من على الفريق الاول من هانز فليك. ساب الاحتفالات في اجازه والمفروض بقى يريح، ساب الاجازه وساب الاحتفالات وراح وقطع كل حاجه يا باشا على هناك في الثانيه بقى، هناك في التمرينات هو الواد متصور مع هانز فليك. الواد قال لهم ليه بقى؟ لان نص لعيبه برشلونه واخده اجازه ونصهم في المنتخب اصلا، بس فهيرجعوا ياخدوا اجازه. هو بقى ذكي ليه بقى؟ لانه لما يروح دلوقتي يتشاف اكتر ويبقى ليه مكان، يحجز مكان، ويبقى الناس واخده عنه فكره ان هو واحد بتاع تمارين. فده عند الاجانب. هو شوبير قال عليه كده. شوبير قال عليه قال عقلي. وحسام حسن قال كده. الواد ده لو مستمر على كده وربنا يحميه من الاصابات، وان شاء الله باذن الله يتالق في برشلونه ويبقى عندنا مهاجم كلاسيكي 9. انت عارف حاجه شبه هالاند كده. الواد ده لازم يفتخر ان واحد زي حسام حسن يتكلم عنه كده ويقول لك الواد ده كويس، الواد ده شخصيه كويسه، محترف ومحترم. حسام حسن من الناس اللي مهاجم قوي قوي. فلما يتكلم عن المهاجم وعيل صغير ويقول الواد ده هيجي، افهم ان الواد ده يجي منه. فانت لازم تاخد الكلام ده. انا عاجبني ان الواد مقتنع انه لسه عايش اي حاجه. عاجبني ان اهله مقتنعين بكده ومفهمينه ده. نفس الحوار. شوبير مقتنع انه لسه ما عملش اي حاجه. شوبير بيقول انا لسه ما عملتش اي حاجه، لسه ما عملتش اي حاجه تذكر مع الناس. انا نفسي احترف عشان انا شوف انا بحب الاهلي ازاي. انا اهلاوي اكتر من اي حد. بس انا حلو قوي لما بيبقى عندك لعيبه زي صلاح كتير، بيبقى عندك جرأة، بيخلوا المنتخب عنده جرأة يعمل حاجات ما يخافش. صلاح فعلا ومرموش ادوا ثقه انت بتلعب مع المنتخبات الكبيره دي بالثقه دي بالجرأة دي عشان الناس دي معاك، عشان الناس دي معاك. بيكلموهم كتير يا جدو، بيتكلموا معاهم كتير. ايوه لما يلاقوا ميسي قبل الماتش داخل يسلم على صلاح وبيدور عليه ويسلم عليه، هم يحسوا ايه ده، احنا كمان مش قليلين. انت فاهم ازاي الموضوع ده؟ لما بيبقى 2 3 4 لعيبه بقى كل ما يتزود بتخلي اللي موجود انا مش جاي هنا اهزر ولا اتهزق، هلاعب مين ما يفرقش معايا. عشان كده لك احتمال كبير برضو امام يجدد سنتين. انا امام يجدد، انا عايز امام يجدد بصراحه، عايز امام يجدد. زيزو انا نفسي يمشي زيزو بصراحه، بس هو اتكلم في ان هو انا نفسي اعمل حاجه مع الاهلي وعايز اعمل حاجه مع الاهلي ومش عايز امشي هو الواد مش وحش وهو الواد كويس وهم عاملين عليه حمله قويه قوي. هو برضو كان في وقت في فككان
وما أيوة. كانش ما كل حدش واحد يقدر- بيلعب بمزاجه بصراحة. اللعيبه دي هي اللي جابت. بصراحه امام كان بيلعب بمزاجه، كورس. تريزيجيه بيلعب بمزاجه، فقال لك انا كمان العب بمزاجي، وانا يعني لكن الواد ده عمل مطوشه حلوه مع بن بعدين شرقي. مدرب فاكك جدا وبيخلي العيال تعمل اللي هي عايزاه، مفيش لا، جمله مفيش تعبان حاجه، يعني. فعلى الله يعني. لا لا لا، الاهلي مشكلته اداريه مش فنيه. العيال فعلا حرام تقيمهم. هو سيد عبد الحفيظ بقى بيرتبها نقطة الوصل بيرتبها بقى في الحته بيرتبها الموضوع كله ترتيب. وجاب وائل جمعه عشان اللي هو ايه. وعموته ده مش سهل يعني. وخلي بالك وائل جمعه وعموته اصحاب يعني، أيوة. عرفوا بعض من قطر وكده. لا لا، وهو عموته مش سهل، كان بيدرب الاردن عمل بيهم نتائج حلوه وكان لا لا، عموته مش سهل وشخصيه رخمه جدا، راجل كشري كده، راجل كشري قوي. عصبي، وانا بحب بالشخصيات المدربين دي هو- مع المصريين. هو انا بتعامل مع عموته بصراحه فتره انتقاليه. انا بتعامل معاه كفتره انتقاليه بالنسبه لي، مثلا سنه ولا بس انا حاسس ان هو ممكن يعمل حاجه. انا طبعا كويسة اتمناها. معاه. لا، انا بتعامل معاه كفتره انتقاليه. الاهلي محتاج اعاده ترتيب اوراقه. الاهلي وصل ل ل الفرقه اتفتتت، اداره اتفتتت اداريا وفنيا وتكتيكيا كتير قوي. فانا عاوزه مرحله انتقاليه اللي هو ابني عليها، زي كده مرحله منتخب مصر دلوقتي. ايوه. المرحله دي اقدر ابني عليه دلوقتي. حسام حسن عمل لي مرحله اقدر ابني عليها، اللي هو يعمل نتائج ويبقى فيه منظر. نروح الناحيه التانية بقى عند الزمالك، بيقول لك هيعملوا شركه كوره، وشركه الكوره دي هتبقى ليها مش عارف 60% او 55% من او ده على فكره هم مضطرين يعملوا كده. زي انت الأهلي. عارف هما بيعملوا كده ليه؟ شيء. ده استنتاجي، واللي انا فهمته ان مرتضى منصور راجع وهيدخل انتخابات، ولو دخل انتخابات محدش هيعرف يكسبه. تمام، دي عضويات كتيره جدا في النادي، فهينجح في الانتخابات. فهم عايزين يخلوا الشركه دي تبقى ليها الرأي الاكبر، عشان لو مسك يبقى هم اللي ليهم الرأي الاكبر في حاجات هو- في الزمالك. هو فاهم الخطه؟ هو هي هم، بس هم اكيد عارفين مرتضى منصور ما فرقش معاه اللي هم بيعملوه ده. فرقش معاه. انا بحبه قوي، انا بحبه قوي. بص، هو بعيد عن قله الادب. هو بصراحة لذيذ قوي. بيضحكني انسان بصراحة. انسان بس باين تلقائي عليه ان جدا، قلبه ابيض بصراحه. تلقائي جدا بيكذب كتير بس تلقائي جدا يعني. لا، انا بشوفه، بحس انه قلبه ابيض وبصدقه اللي هو بيضحك. لما يتخانق معايا يعدي يقول له صباح، ها بتاعت مستورد. هبه. قال له هبه دردير ولا مش عارف ايه. قال له مين هبه دردير؟ قال له واحده كده جت في بالي. في البرنامج كان كان مع احمد موسى باين. صح؟ ايوه شفتها دي. هو كان هيقول حاجه او بس. موسى او مدحت شلبي، عايز واحد منهم. قال له مين الدردير دي؟ واحده كده جت في بالي، ما اعرفش. وحسام عبد المجيد ماشي، هيبيعوه لنادي بلغاري عشان يلحقوا ياخدوا منه اي فلوس قبل ما السنه الجايه يمشي فري. فقال لك ابيعه، هو عارف ان هو هيروح على الاهلي. مش عايزه. وكل الناس بتقول لك كوبري، وهم مش عايزه. بيجننوا في الحوار ده. انا مش عايزه في الاهلي فعلا على فكره، وعايزه يحترف كويس، يحترف يعني. بقى كفايه جو اخد السبيكاوي. ولو هو مش تستاهلش قوي كده، اصلا مش لعيب. هات رامي ربيعه وهات الناس دي. بس هو كسيرد باك لو اتظبط عنده شويه حاجات يبقى كويس. يا عم في كتير احسن منه يا عم، بلا قرف. زهقنا من لا، بس لعبتهم. هو يعني زهقنا من لعبتهم. ذمتك هو ولا ياسر ابراهيم؟ زهقنا من لعبتهم. يرجع بقى واحد يشغل عبد واحد. المنعم عشان عندك عبد المنعم عمال يتصاب، فده قلق برضه. انت مش عارف يعني انت في ايه؟ ناس كده اللي هو الاصابه بتفضل ملازماه. لا، انت عندك كذا حاجه زي ما كويسه. كريم فؤاد ده كان طالع زي النار، وكان هيقعد محمد هاني 2 صليبي ورا بعض. انت هتيجي هو جميل يعني. مع كولر يا اسطى انفجر. مع كولر انفجر. بس بيقول لك هيبيعوا مش عارف عمرو ناصر ولا مش عارف مين، ولا انا مش عارف انتوا هتبيعوا ايه يا ابني. انتوا ما عندكوش اصلا يا ده راجع، ان انتوا عايزين تشتروا يسدوا حد. فلوس عليهم فلوس. الزمالك محلش موضوع الرخصه. ماشي، حسام عبد المجيد هيجيب فلوس شويه، التاني ده هيجيب ايه 15 مليون جنيه 10 مليون جنيه. يا عم تبقى حق الدمغه ده، انت كمان مصعبه. بقول لك مفيش حاجه، مفيش حاجه خالص. ماشي، النهائي بقى
انا متوقعه فرنسا. اسبانيا فرنسا صح. ايه الواحد كان عايشها ان فرنسا تاخد بطوله، صعبتوه علينا ليه؟ ما كان فرنسا تاخد البطوله وخلاص. اسبانيا وانجلترا هو على وانجلترا هتحقق مفاجاه. بص اقول لك على حاجه. يلا بقى هو يلا بقى. هو خلينا متفقين، انا اتمناها ده لو انجلترا كسبت الارجنتين. اتمناها انجلترا واسبانيا نهائي، واي حد فيهم هيكسب البطوله. واكل كتير معلش. اي حد فيهم هيكسب الماتش او هيكسب البطوله، هيبقى فيها فرحه حلوه ان المنتخب ده كسب، وبالذات انجلترا. انجلترا من دي 66. خدت بطوله واحده من انجلترا. 66 66 سنه دي. 66 واخده كاس عالم، فانت وعمال متخيل يقول لي انجلترا ما يتعلموا كوره من سيناريوهات غريبه كده. بيقول لك بتعلم الكوره من عادي. احنا بناخد بطوله افريقيا كده، ما هم بياخدوا بطوله اوروبا. وعم ولا بياخد على دي علم تعبان ولا لا، بتاع ولا بياخدوها حاجه ولا عادي. بتاع. ماشي، كفايه كده عشان ما نطولش عليكم. لايكات طبعا مش هقول لكم. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. واحد لا إله إلا الله. سلام. اشترك في القناة، حط اشتراك كده، اشترك وزعل زعل فعل زر الجرس اللي جنب السبسكرايب ده، عشان لما انزل حاجة يجي لك النوتيفيكيشن ان انا نزلت، او اشعار يعني. ماشي، سلام.